السلام عليكم، شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد فيه جوج شكيلات من حلويات اللوز. كعب غزال غني عن التعريف، وكذلك هذا الشكل هذا ديال الوريضه اللي كيجي حتى هو رائع وساهل. مال يعني اي وحده تقدر توجدو، حتى المبتدئات اللي ما عمرهم خدموا حلويات اللوز. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم جميع الاسرار والتفاصيل باش ينجح معكم كعب غزال ويبقى في الحجم ديالو في الشكل ديالو، يعني ما كيتنفخ ما كيتشقق ما حتى شي حاجه، والزواقه ديالو كتبقى باينه. وكذلك نعطيكم الكميه وعدد الحبات وثمن البيع. فقط تابعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسوش تخليو لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق، ضفت ليها 75 غرام ديال المارغرين، قبيصه ديال الملحه، وهنا غادي نزيد سكر كلاصي، عندي 2 معالق ديال السكر كلاصي. دائما المارغرين كتكون ربع الكميه ديال الدقيق. مثلا عندي كيلو دقيق كندير ربع ديال المارغرين، عندي نص كيلو دقيق كندير نص ربع ديال المارغرين، يعني دائما المارغرين كتكون ربع الكميه ديال الدقيق. صافي هنايا غادي ندخل المارغرين مزيان في الدقيق، غادي نحاول انني نبسبسها. من الاحسن تكون يعني بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش في الثلاجه باش هكا دغيا تخدم معكم. وهنا غادي نبدا كنجمع العجين ديالي بالمزهر اللي خلطته مع الماء. يعني ما عادي من الروبيني، ما دافي ما حتى شي حاجه، يعني ما بارد. كنضيف شويه بشويه وانا كنجمع العجينه، لان العجينه خصها تكون شويه شاده في راسها، ما تكونش العجينه مرخوفه. يعني هذه هي النصيحه الاولى. الا كانت العجينه مرخوفه راه ما غتساعدكمش في الخدمه، وكذلك ملي غتدخلوها الفران غادي تنفخ، وغتقدر كاع ديفورم الحلوه ما تبقاش في الشكل ديالها، لان العجينه خصها تكون شاده في راسها. صافي انا جمعت العجينه ديالي وغادي نخليها كترتاح في بلاستيكه، وندوزو نوجدو العقده. بالنسبه للعقده عندي هنا كيلو الا ربع ديال اللوز، يعني 750 غرام ديال اللوز طحنته مع نصف الكميه ديالو سنيده. انا غنخليكم المقادير بالغرامات في صندوق الوصف. نصف الكميه ديال سنيده، وكذلك زدت معهم 2 ساشي ديال سكر الفاني، وشويه ديال المسكه حره، وساشي من زهره البرتقال او النكهه ديال المزهر، سكر ديال زهره البرتقال. صافي هنا ضفت واحد المعلقه عامره ديال الكليكوز، وشويه ديال المزهر، والزبده مذابه. الزبده دائما الحيوانيه، يعني الزبده ديال العبار. كنبقى كنضيف المزهر شويه والزبده شويه، يعني 2 معالق مزهر 2 معالق زبده، وهكا كنبقى غادا وانا كنجمع. بالنسبه للوز انا كنطحنو غير في الدار، راه ديجا كنت شاركت معكم الطريقه. ما بقيتش كنطحنو في الزنقه، لان الطحين ديال الزنقه كيطحنوا اللوز بزاف، يعني حتى كيتعجن، وملي كنجيبو للدار كيطلق الزيت وكيعذبني في الخدمه وكياخذ ليا وقت طويل، خصني نبقى ندلك فيه حتى يعاود يجمع داك الزيت اللي طلق. يعني العقده اللوز الا طلقات الزيت ضروري تعطيو هذا المزهر والدليك حتى تعاود تجمع داك الزيت اللي طلقات، لان الا صفيتو من الزيت راه كونوا اكيدين انها غتقصح تولي بحال الحجره. يعني ضروري تجمع داك الزيت اللي طلقات. انا اللهم لك الحمد وليت كنطحنو في الدار، مبقاش كتطلق لي العقده الزيت نهائيا، وكتجيني ساهله في الخدمه، ودغيا كنسربي الحلوه ديال اللوز. صافي كيف ما قلت لكم، يعني كندلكوها ما كنخافوش منها، راه ما طلق لا زيت لا والو. وانا غنخليكم ان شاء الله الطريقه ديال الطحين ديال العقده، يعني الطريقه والسر باش كتجي العقده هكا رطبه وما كتطلق لا زيت لا والو. غنخليكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. صافي البنات كيف ما قلت لكم، يعني شويه هكا وشويه هكا. ممكن تضيفوا شويه ديال القرفه الا كتعجبكم النسمه ديال القرفه، انا ما درتهاش، فقط اكتفيت غير بالمذاق ديال المزهر والفاني. صافي كنبدا كنعرك هكايا، وانا كنضيف شويه يعني زبده شويه مزهر. انا كنبدا نجرب واش بارك عليها ولا لا. يعني كيف ما قلت لكم كندير حربول كنطويه الا تشقات ديال العجينه، كنعرف ان راه باقا خاصها الخدمه، يعني كنزيد عاوتاني رشيشه ديال المزهر ورشيشه ديال الزبده. دائما زيدوا شويه بشويه، لان العقده ما خصهاش تجي جاريه اكثر من اللازم. انا غنوريكم كيفاش تعرفوا بان العقده راه صافي راه يعني راه ولات مزيانه، يعني بارك عليها. يعني ملي كنديرو هكايا حربول كيف ما شفتو هكايا حربول طويل كنطويه ما كتشققش ليا العقده، صافي كنعرفها انها بركه عليها. صافي العقده من بعد ما وجدتها حطيت يعني كندير كويرات هكا وكنغطيهم بلاستيكه وكنحطهم. هنا دزت العجين، خديت العجين قسمته هكايا، وغادي نحاول انني نطويه باش يعطيني هكا شكل مستطيل، باش ملي نجي نطلقو في الوراقه يجيني مقاد. صافي بهاد الكيفيه هادي هنايا طلقت العجينه ديالي في الوراقه في الرقم اللي قبل من الاخير، وملي كنحطها في سطح العمل كندوز عليها واحد التدويزه هكايا بالمدلاك.
هنا غادي ناخد العقدة كيف ما شفتوا، يعني شكلتها على شكل حرابيل وعلى شكل كويرات. درت نص نص لان السيده كانت بغات كيلو ونص مخلط، يعني ما بينها جوج شكيلات. انا درت يعني نص نص. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا، الطريقه ديال كعب غزال راه طريقه سهله مالا. يعني ما تخلعكمش كعب غزال، ما تخلعكمش حلوه اللوز، بالعكس انا كتجيني حلوه اللوز سهل من الصابلي وكتعجبني في الخدمه ديالها اكثر من الصابلي. يعني حلوه اللوز راه اسهل ما يكون. خصكم تعرفوا يعني بعض الاسرار هكا خفافين، يعني بواحد الحيل هكا باش ما كتشققش في الفران وما كتنفخش. يعني المشكل الوحيد اللي تقدروا تلقاو في حلوه اللوز هو في الطياب ديالها في الفران، اما في التشكيله ولا العجينه وداك الشيء راه عادي جدا ومن اسهل ما يكون. كيف ما شفتوا الطريقه ديال الكعبه، يعني كندير هكايا الحربول ديالي. كيف ما قلت لكم انا كنطلق غير واحد شويه هكايا بالمدلاك، وكنجيب الحربول ديال الكعبه. بالنسبه للوزن ديالهم 16 غرام، كلشي 16 غرام سواء الكعبه ولا هذيك الحلوه الاخرى. صافي كندير هكايا، يعني كنزيد شويه، كنجر شويه العقده عندي وكنبدا كنشكل. يعني ديما الكعبه كنعطيها الطول اكثر من العرض، يعني كنحاول انني نعليها باش تجيني الكعبه عاليه. الكعبه ضروري تكون عاليه باش كتجي هماويه في الشوفه، وكذلك الا كانت في البلاطو. نعاود معكم، يعني درت معكم بزاف وما سرعتش الفيديو باش تشوفوا يعني بالتفصيل. كنطلق هكايا، كنحط العقده، كنلوي عليها وكنجرها عندي شويه. صافي مع الاستعانه بشويه ديال الدقيق الا كانت هكايا يعني تلصق لكم على سطح العمل. صافي وكنبدا كنشكل هكا كيف ما قلت لكم، ديما تعطيوها طول يعني تعليو الكعبه تجي عاليه. صافي كنسد عليها مزيان من الجوانب وما نخلي لا فقاعات لا هواء داخل لا حتى شي حاجه. ضروري تكون العقده على العجينه، العجينه على العقده عفوا. صافي هنا غادي ندوز باش غادي نبدا كنقش. دائما كنبدا من اول وحده درت، يعني انا كنديرهم هكايا، كندير واحد الكميه هكا تكون 8 ولا على حسب نتوما خفات يديكم، لان الكعبه الا نشفات ما تشدش فيها النقشه. ولا كذلك الا شكلتوها ديك الساعه وجيتو نقشتوها راه غتكون العجينه باقا طريه، غتبدا كتلصق. يبدا يلصق لكم المنقاش في العجينه. يعني ديروا 5 6 الحبات وعاد بداو تنقشوا فيهم بيد ما نشفوا غير واحد شويه، ما تخليوهاش تنشف بزاف. الا نشفات بزاف راه ما غاديش تنقش لكم. الا كانت يدكم ثقيله ديروا 3 4 الحبات، كانت يدكم خفيفه ديروا اكثر. انا كندير المهم كنطلق العجينه داكشي ما خرجت ليا وكنقش، عاد كنعاود نطلق عاوتاني الطلقه الثانيه. كيف ما قلت لكم المنقاش كندير هكا نقشه على نقشه، يعني كنميل واحد شويه وكنعاودها بالعكس ديالها باش كتعطيني هذا الشكل هذا. وكنقادها هكا من الجناب الا كان شي زوائد هكا من الجناب ديال العجين. كيف ما شفتوه المنقاش، المنقاش الكبير بطبيعه الحال، منقاش سنانو ديالو رقاق، سنينات ديالو رقاق و منقاش كبير. الا بغيتو البنات تشوفوا المنقاش، يعني انا ما بينتوش هنا مزيان حيت ما باينش. الا بغيتو دخلوا عندي الانستغرام نخلي لكم لاباج في صندوق الوصف وصيفطوا لي ميساج ونصور لكم المنقاش كيفاش داير الشكل ديالو التصويره ديالو. صافي هنايا غادي ندوز للشكل الثاني ديال الورده. كناخذ العجينه كذلك كنطلقها في الجهه اللي كتكون رقيقه، يعني الجهه الاخرى ديال الوراقه. وكنبدا كنلبس هكا العقده بالعجين، يعني كنجبد وانا كنلبس العقده وكنحيد الزوائد. انا راه هزيت يدي، يعني بديت كندير ونسيت نسيت الكاميرا انني كنصور. يعني شفتوا الطريقه يعني عاديه معتاده، كنلبس العجينه بالعجين هكايا. صافي كنحيد يعني الزوائد ديال العجينه هكايا من التحت. هنا البنات بالنسبه لعدد الحبات، انا هاد الوريده هادي خرجت ليا 40 حبه، والكعب غزال خرج ليا 39 حبه. يعني في كميه ديال كيلو الا ربع اللوز 16 غرام الوزن ديالهم كاملين. الكعبه لهاد الوريده 16 غرام وعطاوني 89 حبه في الطوطال. يعني هذه 40 حبه، عفوا 79 حبه في الطوطال. هذه 40 حبه وكعب غزال 39 حبه. صافي كيف ما شفتوا هنا غادي نبدا كنشكل الوريده.
يعني كنحاول انني نضغط مزيان من الوسط، يعني من الوسط باش هكا تراسى ليا هذيك الورده الوسط، يعني كنركز دائما على الوسط ديال العجينه، وفي نفس الوقت انا كنقاد يعني باش تجيني هكا مدوره ما يديفورماش الشكل ديالها، يعني ما تخرجش العجينه على الاطار. يعني هكا نحاول انني نضغط يعني على الوسط مزيان باش تتراسى. كيجي شكل ديالها صراحه زوين وساهل بزاف. صافي من بعد ما نكمل الحليوات ديالي غنخليهم حتى كي ينشفوا مزيان عاد باش ندوزو باش كنطيبوهم. انا تقريبا خليتهم من 5 ديال السوايع، صايبتها في الصباح وطيبت تقريبا مع ديك جويه 4 تقريبا شي 5 ولا 6 ديال السوايع. هنا من بعد ما نشفات الحليوه ديالي خديتها وثقبتها مزيان، ضروري كعبه كنثقبها من التحت ومن الداخل، والحليوات الاخرين كلهم كنثقبهم هكايا من التحت، ضروري هاد المرحله هادي. وانا غادي نبدا كندهن بالزبده حيوانيه عزه ديال العبار، كندوبها حتى كتحيد من هذيك الكشكوشه ديالها، يعني كتولي نوازيط، وكنبدا كندهن بها وغادي ندخلهم يطيبوا على فران بارد عافيه مهيله، والباب يكون بالسم شويه يعني بحال الشكل الطياب ديال الفقاص تماما. كنطيبهم انا عافيه غير من التحت، ما كنهبطهمش لتحت نهائيا. صافي هنا من بعد ما كيطيبوا درتهم واحد الدهنه خفيفه بالناباج ورجعتهم للفران يكون سخون وطافي، غير باش كيتشمع داك الناباج ما كيبقاش يتلصق في اليدين، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. ان شاء الله غادي تجربوهم وينجحوا معكم الا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسوش خليو لي لايك وتعليق. الكميه اللي عطاتني البنات عطاتني كيلو و600 غرام، فهاد الكميه كلها كيلو و600 غرام. كيلو لا ربع اللوز عطاني كيلو 600 غرام. وبالنسبه لثمن البيع انا كل مره شحال كنحسب مره 130 مره 140 على حسب اللوز، حيت اللوز عارفينه انه كيطلع في الثمن وكيهبط، يعني اللوز ما كيبقاش مفيكسي في ثمن واحد. كان اللوز طالع كنحسبها ب 140 درهم، كان اللوز نازل يعني في الثمن ديالو كنحسبها 130 درهم. ونتمنى ان شاء الله تكون يعني فاتكم هاد لا فيديو هادي وتكونوا استفدتوا. وكيف ما قلت لكم البنات، الا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، وتشاركوا في القناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ديالي. وخليت لكم راحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.